وفي لحظة بتحس ان هو is this my idol، هو ده اللي هو ده الكاريزما. كان في فيديو البنوتة أجنبية كانت بتقول ايه أكتر لحظة بتحس فيها ان انت عملت كده من الايدل بتاعكم. فأنا بجد ما بفهمش بي تي اس في الانترفيوهات الأجنبي. هو ببقى بص، انتوا بتبقوا كويسين، انتوا طريقتكم كويسة في العادي، بتهيبروا ليه؟ بجد بالذات جونكو، حرفيا ار ام بيبقى قاعد عامل كده. انا ببقى حاسه يعني ما قالهمش ولا مره. طيب بالذات فرط الحركه بتاع جونكوك، اهدى اهدى، انت اساسا شخصيه كاريزما بتعمل كده ليه؟ وفي لحظه بتحس ان هو is this my idol، هو ده اللي هو ده الكاريزما. حتى لما استضافوهم لوحده اكتر واحد مهايبر بجد جونكوك. مفيش مشكله يغلط في الكلام بس ما هيبرش عشان ما يغطي على الاسئله اللي يا اما اتكلم عادي كوري، ما انت كده كده حاطط الاير بيس عشان يخليك تتكلم براحتك. ما تتكلمش انجليزي وهو يسألك سؤال مهم وانت شايفينك رايح في حتة تانية. تبقى اهدى واحد في بون فوياج ولا في الفلوجز اللي انت بتعمل، تبقى اهدى واحد. ايه التركيز ده؟ ايه الرزانة دي؟